الدوافع اللي عند الفرقتين. طيب الدوافع اللي عند الفرقتين، نخش الاول نتكلم على دوافع لعيبه الزمالك. دوافع لعيبه الزمالك ان هم متصدرين الدوري، ان انا احسن في الملعب، ان انا لو كسبت بعدت الاهلي تماما عن المنافسه. هم بقى ده تفكيرهم. هيبقى في استقرار، المدرب هيكمل، الدنيا فاهم هتبقى متظبطه خلاص. انت بالنسبه لهم 80 90% انت ضمنت الدوري، مع ان الدوري لسه بدري جدا سواء الزمالك كسب او الاهلي كسب. طيب نخش على دوافع لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي يا باشا هتخش الماتش ده بدوافع كن او لا تكون. يعني بيلعبوا قصاد، يعني زيزو بيلعب قصاد فرقته القديمه اول ديربي ليه. بن شرقي قصاد فرقته القديمه، الماتش اللي فات جاب فيهم جون. عندك اللعيبه بقى عايزه تثبت نفسها زي تريزيجيه، اللي هو بقى خلاص نبتدي نفوق ونفوق ونلعب فاهم. ولو كسبت الزمالك وكسبت الماتش المؤجل انت عديت الزمالك وبقيت متصدر الدوري. طبعا ماليش دعوه ببيراميدز، انا بتكلم اهلي وزمالك دلوقتي. تمام. عندك الدوافع اللي تخلي كل لاعب يطلع اقصى ما عنده، وهو المدرب الجديد. المدرب الجديد هيتابع الماتش طبعا، حتى لو مش من المدرجات هيتابع الماتش. فطبيعي طبيعي جدا ان هو ان كل لاعب هيطلع افضل ما عنده، عشان المدرب الجديد عينه هتبقى على اللعيبه، هيبتدي يبقى عارف مين الكويس ومين الوحش، لان ده ماتش ديربي. ماتش الديربي ده هو اللي بيبين اللاعب الكبير. تمام. فاتمنى ان اللعيبه تبقى فايقه، اتمنى اللعيبه تحط ده قدامها، اتمنى اللعيبه تحط تصريحات الاعلام الزملكاوي واللعيبه السابقه في نادي الزمالك قدام عينيهم. يعني احنا شفنا تصريحات كتير جدا الفتره اللي فاتت، يقول لك ان الاهلي خايف، ولو انتوا رجاله تعالوا، ولو انتوا مش عارف ايه، وان كده كده الزمالك احسن وهيكتسح. بصوا بقى هقول لك على حاجه من وجهه نظري الشخصيه، ان ماتش الديربي ملوش علاقه انت كويس ولا وحش. ياما الزمالك كان احسن من الاهلي بكتير والاهلي بيكسب، وياما الاهلي كان كويس جدا واحسن من الزمالك وما بيكسبش. فاهم. فهي الفكره كلها مش مين احسن من مين، انت حاله اللعيبه يوم الماتش او في قلب الماتش عامله ايه. حاله اللعيبه فايقه يبقى فرقتك هتبقى ليها الافضليه. فاهمني. فهي دي الفكره. انت ما تجيش تقول لي لا الاهلي مكتسح الفتره اللي فاتت او الزمالك مكتسح الفتره اللي فاتت فهننزل الديربي نكسب. لا الموضوع مش كده خالص. انت اللعيبه بتاعتك فايقه في يومها، موفقه، الحظ معاها، الحظ معاندها، كل ده بيفرق. كل ده بيفرق. التفاصيل الصغيره جدا من مدرب يعمل تغييره صح او تغييره غلط بتفرق. فاهمني. فهي دي ده اللي بيفرق في ماتشات الديربي. طيب هتقول لي يا عم عماد انت متوقع ايه في الماتش ده؟ هقول لك والله بص، هو انا شايف ان دوافع لعيبه الاهلي اكتر، دوافع لعيبه الاهلي احسن